مرحبا جميعا، أهلا وسهلا فيكم بقناة هانجرين. اليوم وصفتنا وصفة حلو غير شكل، رح تعجبكم أكيد. تابعوا الفيديو للآخر واعطوني رأيكم بالتعليقات. بداية رح نحضر القطر: كبايتين سكر، كباية مي على نار قوية، منحركهم ليدوبوا السكر. منضيف رشة ملح الليمون صغيرة. بعد ما غلوا تقريبا 5 دقايق صار عندي القطر جاهز. عجينة الكنافة أنا استخدمت بهالوصفة 500 جرام من عجين الكنافة. رح أفرمها باستخدام السكين. بتقلاية غير لاصقة رح أحط معلقتين كبار من السمنة. أنا قسمت كمية الكنافة على جزئين، رح أعمل أول قسم. وأكيد بدها تكون النار خفيفة، هيدي الملاحظة كتير مهمة أحلى ما تحترق معنا عجينة الكنافة. بنضل نقلبون. بنضل نحركهم لياخدوا اللون الذهبي اللي شايفينه. من بعدها بنطفي النار وبنضيف فوقهم نص كوب من القطر اللي حضرناه، ونخلطهم بشكل كتير منيح لنتأكد انه تشربت مزبوط القطر. هلا بنوزعهم على البيركس. اكيد بنوزعهم بشكل متساوي وبنضغط عليهم لنظبط الاطراف، وهيك بتكون اول طبقة صارت جاهزة. لتحضير الطبقة الثانية اللي هي القشطة، رح نضيف نص كوب من السكر، نص كوب من النشا، لتر من الحليب السائل. نحركهم على البارد، ومن بعدها على نار خفيفة بنضل نحرك لحتى يتماسكوا بشكل كتير منيح. بس تشتد القشطة بنطفي النار وبنضيف رشة صغيرة فانيليا، معلقة صغيرة زبدة. بنحركهم. هون أنا طفيت النار، بنضل نحركها لنتأكد إنه الزبدة دابت، وهيك بتكون القشطة صارت جاهزة. نسكب الطبقة التانية وهي سخنة، ما بننطرها لتسقع لأنه هلا دغري بتجمد. بالنسبة لتالت طبقة رح نعملها من نفس طريقة أول طبقة حضرناها. القسم المتبقي من الكنافة بنفردهم وبنوزعهم بشكل كتير منيح. مثل ما شفتوا تاني طبقة جمدت كليا. بنوزعهم بشكل متساوي وهيك صارت جاهزة. آخر خطوة اختيارية، أنا رشيت شوية جوز مطحون. نتركها تبرد بحرارة الغرفة. من بعدها مندخلها البراد على القليلة ساعتين قبل ما نقصها، وألف صحة وهنا.